اليوم عندنا فيديو اكل الشوارع في دبي، رح نجرب ونقيم اكل الشوارع. بدك تاكل اكل عمرك ما اكلته، انت اكيد انا عارف انك انت متوقع اكل الشوارع، يعني اكل مش زاكي مش نظيف. بالضبط، حرفيا بالضبط، انه اكل الشوارع باي محل بالبلاد، بالذات بالبلدات الفقيره مش بخسي والله. انت يعني. مش بلد فقير، سوري بس انا الفقير. المهم فرح نجرب اكل الشوارع ورح نقيمه حسب ايش؟ حسب الطعم والنظافه والكم سعره. شو ممكن مثلا ممكن كمان نحكي. عازم؟ طبعا اكيد انا عازم، تضيف يا حبيبي هون. نجرب هسه هذا المحل، في حوالي 8-9 محلات هون، كلياتهم كافيتريات صغيره واكل شوارع هيك. مبدئيا بالمنطقه هي طعميك من مطعمين، مطعم راح تاكل الاكل، والمطعم الثاني راح نحلي فيه. اسمع بس في شغله عندكم، كل الاكل الهنود وهي الشغلات الصوص بيكون غريب، حطوا 6000 صوص مع بعض بس بيطلع زاكي. بيطلع زاكي. المشكله هاي 50 كيلو هسه الليل راح ننصح. هاي وصلنا من المحل الثاني كمان. ايش هذا شرب؟ طلبنا عصير كله بصي هون. اسمع السيستم هون هذا مش موجود عندنا فلسطين، بس هشرح لك كيف. تيجي بسيارتك بتوقف هيك بالضبط زي هدول الجماعه، بتزمر زمرين بالعدد، بيجيك واحد بقول لك شو بدك توصي، بتوصي وتطلع. يعني احنا الفكره حلوه. شو عندنا؟ هذا ايش الاندومي؟ هذا الاندومي زنجر. وين الاندومي؟ أنا جايب دجاج بس. وتحته جايب يعني الي ولا جورج ولا مصور اللي ورا. احنا كرمه حنبلش بالاندومي. انا مش شايف اندومي. تعمل معاه زي هيك شوي، اضبطه، حركها شوي حتتين، دلعه. شايفين شو فيها؟ يلا نجرب. بسم الله. والله زاكي. هو سخن بعرف هلا. حاسس طعمة الاندومي، حاسس طعمة الدجاج. ما انا عشان اقول لك حركه منيح، لما تحركه منيح تعمل كله مع بعض تحبه. ليه بتقيمه؟ انا بعطيه 7. والله مرتب. هات كم؟ 12. والله وجبي. اولموست. آه. يعني 12 درهم تجيب لك وجبه. والله زاكي بسرعه. طبعا ماشي. كم قاعد 10 دقائق؟ انجا والله بيرفكت. هذا مرتب بس لسه رح احطه عشان الوجبه الثاني. انا بعطيه هذا ابو كمان 7.5 بعطيه. اسمع انا قلت لك مش رح تستعجل ال10 بس للوجبه اللي بتستاهل، مش لاي شيء رح ياخذ 10. شايفين الصاروخ قد راسك، تعال شوف راسك. عارف ميكس الطعمات؟ ايوه. حاسس انه بس البهارات اللي مش ماشي عندهم حاطينها مع بعض. هو هيك شيء هيك. فيها بطاطا، كل شيء فيه كريسبي عندهم. طيب صراحه نجرب الساندويش. هاي الثانيه. سبايسي. هي عباره عن شيبس كريسبي بنوع ثاني ونوع ثالث. دجاج مسلوق، دجاج مشوي، كل انواع الدجاج بالدنيا موجوده فيه. في عليه صوص احمر غريب حمص بس زاكي. لا تحمص هي جت من فلسطين. طيب بعد لازم خلصنا اكل لسه الشرب. اسمع ده كان كيس سبايسي. ما راح طلع شرف عرقت. شبطه واحده زي هيك. هذا بطيخ؟ هذا بطيخ. يا جماعه الخير رح نجرب. هذا قديش؟ هذا ب 10 يعني حق الوجبه. اوكي يو كان سي ذات. طب يلا بس ذوق وادعي لي. يلا 1 2 بدون تمثيل. ما راح جامد. انت احكي. والله جامد. شرف زاكي. بطيخ مع الشوب، ما تعرف الشوب هون كيف. ايه والله شيء مرتب. صحتك. لا بضبطش. اختبرته بصوت نجح. جاهزين يا جماعه الخير؟ لسه وين؟ هلا كمان مطعم برضه من الشارع. يلا يا جماعه الخير علي ورا. هاي يا جماعه الخير اطعم كلب تدخل الجنه. شوف احنا بنهتم باللي بيشتغلوا معنا. طبعا لازم. يعني جاي متغدى متعشى شارب كله على حساب جوز 100%. وموصله باثنين على الدار. شو جوز؟ اليوم عندنا خفايف كوكو دايناميك شريمب، وهاي مفاجأة. هاي مفاجأة حتحبها 100%. طيب شو فيها الكوكو؟ دجاج. والله شوفوا يا جماعه نبلش بكوكو. شوفوا كوكو بس مش عارف في اشياء حمراء كثير. يلا قول يلا انت بلش معي. يلا روح. والله مرتبة. ما تأخر الأكل علينا قديش؟ يعني مش مستاهل لدرجة يتأخر بالأمر، بس إنه والله مرتبة. كان زاكي ومرتب بس طور كثير. المعاملة تمام. يعني خلينا بعطيه توتال 7.5 تقريبا، صح؟ 7.5 من 10. وزي ما قلنا النظافة يعني انت ومنعتك. انتوا ايه؟ تلاقي ماسك الخبز ولا هون. طيب شو طيب توتال؟ اعطيه 8 7.5 زيك. اسمع انا بتوقع انه راح يكون في اقوى من هيك. يعني هذا المحل ابو البلد هيك بالبلد فاهم خفيف عن جد خفايف، بس بتوقع راح يكون في اقوى من هيك، فليش استعجل نعطي 10 لحد. اسمع من بين المطاعم اللي جربناهم كلهم هو احسن واحد لحد هسه. هلا انا مني وعلي بدي اروح احلي. يعني من 3 اعطيني توب 1. هلا احنا شوف برضه انت ما جربت كل شيء من كل شيء. يعني من الوجبات اللي اخترناها لانه الدنيا شوب راح اروح لعصير البطيخ صراحه. عصير بطيخ بس لانه الدنيا شوب. الناس صار لنا ساعه يحطوا صوصات ودنيا وبهارات الدنيا شوب. طيب منطقي، بس انا مثلا بقول تبع شو اسمه خفايف كوكو كان منيح. كوكو كان زاكي كارت بواحد صراحه. اللحم
صح؟ طيب جيب واحد. طيب يا جماعة الخير آخر مطعم لليوم، ضل في واحد لبكرة. ليه؟ لأنه هو وجباته فطور بالضبط، يعني مش منطق انه نفطر بالليل. احنا الساعة تقريبا واحدة وشي. طيب يا جماعة الخير وآخر وجبة لليوم غريب شوي ما استعملناش من قبل. برجر يا جماعة الخير. يلا يا جماعة الخير رح ندوق هسه من حارة البحر اسم المحل، تمام؟ ورأيي شخصي شو اسمه. يلا. خلينا على اللحمة والله مرتب، تمام. زي هي عبارة عن لحمة بقر مع جبنة، مش كرياتيف كثير، بتعرفوا. يس ردة فعل جود. انت جربته من قبل؟ كثير كثير؟ والله انا حاكل نادر دايت والجيم. انا باخوان صار لي فتره ماسك دايت، خبرني في يوم. والله محترم يا جماعه الخير. والله شوف يعني كل محل يعني مرقنا 3-4 محلات كل نفس الشيء، كريسبي و6000 صوص، وهذا الوحيد اللي كان بيسك. فتنشوف بكره الفطور راح يكون كمان فيه كريسبي الفطور فيه كريسبي وهيك. نشوفكم بكره. ولسه يا جماعة الخير احنا باليوم الثاني من اكل الشوارع في دبي، وراح نجرب نفطر ونشوف كيف الاكل والسعر وكل هاي الشغلات. يلا ليتس جو. اوكي يا جماعة الخير احنا موجودين في محل اسمه كافيتيريا الإجازي في شارع جميرة. رح نجرب هون عندنا وجبة شو اسمه؟ حسن مطر. حسن مطر، وهاي اسمها عوار قلب. بعرف شو هالاسامي بس حتى نبلش نشوف شو الوجبة. اوكي انا ودينا خبزة، ايش فيها؟ اوكي فيها تخابيص كثير، حتى نجرب. يلا نجرب. كان في واحد مارس لازم اعطي ردة فعل منيحة. كثير طعم الطحينة فيها، معباية طحينة، كان بدها كمان لون العصر. مش كثير صراحة، والله مش كثير، قبل كانوا أذكى، يعني شوية دجاج مع بطاطا وكثير طحينة، ف مش أحسن شيء. حتى نجرب العصير. والله العصير مرتب. يلا يا جماعة الخير سجود راح يجربها، يمكن أول مرة بجربها هون بهذه المحل. والله العظيم انه هالبني ادم خرب لي الدايت، لازم بس اسافر انا امسك دايت. هاي فكرة. بس اسافر امسك دايت. شوف الطحينة على طمه، فيها طحينة. مو زاكية. زاكي؟ عادية. في أذكى، بس أنا بعرف طعم حسن مطر. اوكي يعني انت بتعطينا تقييم؟ بالنسبة لحسن مطر بشكل عام توب صراحة. توب 10 يعني؟ بالنسبة لحسن توب؟ أنا ما أعطيناش 5 صراحة. 5 من 10. 10؟ يلا عنده التقييم ببلاش. يلا خلينا نوكل نرجع. طيب يا جماعة الخير بعد ما جربنا حوالي 5-6 مطاعم اللي هسه وصلنا للنهاية، وراح نقرر. أنا بالنسبة لي إنه أحسن مطعم كان، وجود إنه مطعم أحسن كان له. أنا منه علي كواحد ساكن هون فباجي المطاعم هاي كثير، اللي هو هقول لك إنه كلهم أكل شوارع. هات واحد يعني واحد توب 1. أول مرة صح يزعلوا منك خلص. أول مرة أجرب الإجازة صراحة، حبيت أكله، حبيت السيرفيس، فأنا مثلا لأني متعود على الباقي فممكن أقول هذا إنه جربت أول مرة الإجازة بفوز. اسمع صراحة الأكل عنده برجر كان كتير عادي، هذا أقل واحد. بعده بيجي هذا لسه جربناه الإجازة، فيه شوي كريتيفيتي بس برضه كتير بيسك. بعد الإجازة بيجي العصير، كيف مش وجبة بضل عصير يعني ممكن تلاقيه بأي محل. بعدها الاندومي، وبعدها تبع خفايف. هذا بالنسبة للتقييم توب 5. وبفوز معنا خفايف صراحة لأنه مطعم مرتب، وخفايف عمل عنا سبونسر. باي. وين الخيل تشد الحيل تجر الويل حواك